100 مليون دولار للفراخ، مفاجأة كشفتها شعبة الدواجن في مصر، والسر في فلوس الخليج وتحديداً السعودية والإمارات. فيا ترى إيه الحكاية؟ محدش فينا ناسي أزمة الفراخ اللي حصلت في آخر 2022 لدرجة إن سعر الكيلو كان قرب من 90 جنيه، وده طبعاً غير فيديوهات التخلص من الكتاكيت اللي السوشيال ميديا اتقلبت عليها في وقت من الأوقات. وصحيح أسعار الفراخ تراجعت، لكن لسه الناس بتشتكي. وفي وسط كل ده يظهر خبر جديد: دخول استثمارات خليجية في قطاع الدواجن بقيمة 100 مليون دولار. والمفاجأة كشفها سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في القرعة التجارية بالجيزة. طب إيه التفاصيل؟ تم الاتفاق مع شركات كبيرة ليها فروع في السعودية والإمارات على تصدير الدواجن المصرية إلى الدول دي، وكمان ضخ استثمارات في مصر بقيمة 100 مليون دولار. الغرض منها إنتاج مصنعات الدواجن زي اللانشون وغيرها، وكمان تصديرها. وقال إن اللواء إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين تم تأسيس شركة للعمل في قطاع الدواجن بمصر بقيمة 100 مليون جنيه مبدئياً، وهدفها إنشاء مزارع تسمين ومجازر دواجن بطاقة 6000 طائر في الساعة، وده في محافظة بني سويف، والتنفيذ على نهاية الشهر. أما بقى بالنسبة لأسعار الفراخ، فقال إن سعر الكيلو في المزارع 62 جنيه، والمفروض تتباع للمستهلك ب 68 جنيه. وعلى فكرة هو شايف إن السعر العادل للفراخ ما يزيدش عن 69 جنيه للكيلو، بس المشكلة الأكبر في محلات بيع الدواجن. طب إزاي؟ السيد شايف إن المحلات دي بتحط هامش ربح أكتر من 10 جنيه، وده كتير جداً على المستهلك. علشان كده لازم المحلات دي يتقنن وضعها وتتنقل من بيع الفراخ الحية إلى الفراخ المبردة والمجمدة، وخصوصاً إن ده بيزود حلقات التداول من المزرعة لغاية المستهلك النهائي. وفي النص بيشتغل السماسرة اللي همهم تحقيق أكبر مكسب حتى لو الأسعار ارتفعت على الناس. علشان كده طالب بتنفيذ قانون منع بيع الدواجن الحية في المحلات، وخاصة إن عدد من شركات الخليج اللي قعدوا معاهم طلبوا تنفيذ القانون ده. وعندك مثلا الشركة الوطنية السعودية اللي عندها استعداد تضخ استثمارات أكتر في سوق الدواجن بمصر لو تم تنظيمه أكتر. والمفاجأة بقى لما تعرف إننا بنصدر فراخ وبيض للخارج، وده اللي أكده سامح السيد، وقال إن مصر عندها اكتفاء ذاتي من الفراخ بإنتاج 1.3 مليار دجاجة سنوياً و1.4 مليار بيضة سنوياً. وفي نهاية كلامه أكد سامح السيد إن أزمة الدواجن في مصر انتهت خلاص، وما بقاش فيه داعي لارتفاع الأسعار، ولو القطاع ده اتنظم صح هيدخل لنا استثمارات كبيرة جداً، خصوصاً إنه مجال آمن والاستثمار فيه أرباحه مضمونة. دلوقتي بقى شاركونا برأيكم، هل الاستثمارات الخليجية في قطاع الدواجن جوه مصر ممكن تأثر على الأسعار وتزود المنافسة فالأسعار تقل أكتر، ولا السوق هيبقى برضه ليه رأي تاني؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات.